كيبدا الفيلم بمجموعة ديال المستكشفين لقاو الذهب في القطب الشمالي. كينتشر الخبر بالزربة وبزاف ديال الناس بغاو يمشيو يقلبوا على الذهب، وكانوا محتاجين لكلاب كبار وصحاح باش تجر ليهم العربات على الثلج. وهذا باق الكلب ديال القاضي، كلب كبير وصحيح وذكي، جالس كيلعب ويجري وعزيز على الناس كاملين. شافوا واحد الشخص كان كيقرا اعلان بان الناس كتقلب على كلاب كبار وغادي يعطيوهم فلوس كتيره. باق رجع للدار وقالت له الخدامه يفيق بنات القاضي، ومشى وبقى غير كينقز فوق الناموسيات ويجري. الطباخين سمعوه جاي وخباو الماكله اللي حاطين، هو تقلق حيت عرفهم خباو الماكله وخرجوه وسدوا الباب، ولقى القاضي واقف موراه، شدوه وخرجوا لبرا. شوي شاف ارنب في الجرده وتبعها حتى دخلت في الغار حيت موالف كيلعب معاهم. وملي رجع شاف طبله كبيره عامره ماكله حيت القاضي عنده عيد ميلاد وعارض على الناس. القاضي والمعروضين بغاو يتصوروا، جا باقي يتصور معاهم وهو هاز في خد ديال الدجاج. والقاضي شاف الطبله مرونه، وبالليل دار ليه عقاب خلاه يبات برا. باق شاف واحد الشخص كيعيط ليه ورمى ليه الماكله في الصندوق. ملي دخل باش ياكل سدوا عليه الصندوق وبغى يخرج وما قدرش. وهاد الشخص اللي خطفه هو اللي كان قرا داك الاعلان وباعو وشد الفلوس. داو الصندوق وداروه في القيطار، وباق محبوس في الصندوق ما عارفش راسو فين كاين. وجا واحد الشخص بقى كيضرب وقال ليه باش تسمع لهضرتي. وباق خاف بزاف حيت ما مولفش هكاك. وباق ما استتلمش وبقى كيجر في الحبل باش مربوط حتى قطعو وهرب. وملي خرج لقى راسو فوق الباطو وسط البحر. وصل الباطو لألاسكا اللي هي البداية ديال القطب الشمالي، ونزل الباق مع التاجر وبقى كيشوف في ديك البلاصة وما عرفش يمشي على التلج. وهرب من التاجر ودخل في واحد الشخص سميتو جون اللي باع الممتلكات ديالو كاملين وكان مسافر. وطاحت ليه الآلة الموسيقية ديالو وهزها باق وعطاها ليه. وجا التاجر وشدو وحطو مع الكلاب الاخرين باش يبيعو. وجا واحد الشخص سميتو بيرولت، الخدمه ديالو هي كيوصل البريد، وعجبو باق وشراه وداه معاه. وقالت له مراتو ياك مشيتي تشري جوج كلاب؟ قال لها هاد الكلب كبير وباينه قوي وحسن من جوج. وعرفوه على الكلاب اللي غادي يخدم معاهم، والزعيم ديالهم سبيتس. وبدا كيشرح للكلاب منين غادي يدوزو باش يوصلوا البريد. والكلاب كتجر العربه وباق ما عرفش يمشي فوق الثلج وبقى كيزلق ويطيح. وشاف واحد الارنب وتفكر فاش كان كيجري موراهم في الجرده وتبعها وجر معاه العربه وطيح الكلاب كاملين. وبيرولت قال الباق راحنا مجموعه وحده، الا طاح واحد كلشي كيطيح. وقال ليه غادي نعطيك فرصه. وحيت باق ما موالفش يجري في الثلج جرى غير شويه وعيا. وفي الليل جاه البرد ودخل الخيمه ديال بيرولت ونعس حداه. وخرجاتو فرانسوا مرات بيرولت وتقلق بزاف وشاف ذئب كبير وخاف منه. ودخل في واحد الكلب ورجع شاف ما لقاش، عرف راسو كان غير كيتخيل، ونعس في واحد الحفره وسط الثلج. صباح كملوا الطريق وباق بقى كيزلق فوق الجليد. وسبيتس كان كيجري وقرب من واحد الشجره باش يدخل فيها باق وهو قاصد. وبداو كيوزعوا في البريد. في الليل بداو الكلاب كياكلوا، وباق شاف سبيتس كيحيد الماكله لواحد الكلب اخر ومشى عطاه الماكله ديالو، والكلب شكرو بزاف. في النهار الثاني كان سبيتس كيشرب وما خلى حتى كلب يشرب معاه، والكلاب عطشانه وكتفرج. باق هرس الثلج وخلى الكلاب كلهم يشربوا. سبيتس ما عجبوش الحال صافي ومشاو كملوا الطريق ديالهم. وبدا باق كيتعلم بالزربه وقدر يجري فوق الثلج. وبيرول تعجبوه وشجعوه. وصلوا لواحد البلاصه صعيبه، ومشى بيرولت ومراتو كيجربوا في الجليد واش يقدروا يدوزوا من فوقه. وتهرس الجليد وطاحت فرانسوا في الماء. وباق مشى كيجري وتلاح موراها ونقذها، ولكن هو غرق ودخل تحت الجليد. وبيرولت كيقلب عليه وكيهرس الجليد وما قدرش. شويه شي حد عطاه عصا باش يهرس بها. تما شاف ان باق اللي عطاها ليه فرح وعنقو وقال ليه ما عمري شفت بحالك في الوفاء والاخلاص. سبيتس كيشوف فيه وجاتو الغيره. من بعد كانت فرانسوا جالسه وحدها باق وقالت ليه بيرولت خدام في البريد وما عمرو سلمو في الوقت، ولكن هو عنده الثقه بانك غادي تعاونو وحتى انا طايقه فيك. وعطاتو الماكله ودخلت تنعس. وسبيتس حاضيه وما حاملوش. باق شاف ارنب وجرى موراها، والكلاب كيلعبوا ويجريو مورا الارنب. باق شدها وطلقها مشات، ومشى ليها سبيتس وعضها وقتلها. وشاف باق والكلاب خافت ورجعت اللور. سبيتس هجم على باق وبقى كيعضو ويضربو
هربوا حتى سخف. الكلاب بقات غير كتشوف وبقى فيهم باغ، وبقاو كيشجعوا باغ باش ينوض. باغ حل عينيه وكيتخيل ان ديب كيعطيه القوه. سبيتس شافو ناض وعاود هجم عليه، ولكن باغ شدو من عنقو هزو حتى للسما وخبطوه في الارض وحط رجلو عليه. وسبيتس استسلم والكلاب فرحوا وسبيتس مشى في حاله. في النهار الثاني عيط بيرولت على سبيتس ولكن ما لقاهش، وكان خاصو يمشي باش ما يتعطلش، ولقى باغ واقف هو الاول بغى يرجع هو القائد. بيرولت قال ليه ما يمكنش، راه كاين كلاب قدام عليك. وباغ ما بغاش يتحرك، جرو باش يرجعوا اللور وجاب كلب تاني باش يوليه هو القائد، والكلب كيهرب منه ما بغاش يولي القائد ورجع لبلاصتو. بيرولت قال لهم هكا غادي نتعطلوا فحال ديما، وقال لباغ صافي غير اجي تولي القائد. باغ بقى جاي غير بشويه، وملي رجع القائد شاف الكلاب زعما استعدوا وجراو بسرعه. بيرولت عجبو الحال وبقى كيشجعهم. وملي كانوا غاديين وقع انهيار ثلجي، وبيرولت قال ليه سير بعيد على اليسار، ولكن باغ شاف ديب واقف فوق واحد الغار وجرى باغ ودخلوا الغار وجراو باقصى سرعه وخرجوا من الجهه الثانيه. من بعد وصلوا البريد في وقته، والناس شدات الرسائل ديالها، وكان تما جون كيكتب الرساله لمراته، وكان داز عام على الموت ديال ولده، وقال لمراته مازال ما لقيت راحتي في شي بلاصه من نهار مات ولدي. وداز عليه النعاس وناض معطل ومشى كيجري باش يعطيها لبيرول. باغ شاف جون هز معاه رساله ووقف وطاح بيرولت على وجهه. جون قال لبيرولت واش ممكن تدي الرساله معاك؟ بيرولت قال ليه تسالاو الوراق ديال الاستلام البريد حيت جيتي معطل، ولكن باغ شد الرساله من عند جون ومشى عطاها لفرانسوا. وبيرولت قال ليه راك محظوظ حيت ما نقدرش نطيح الكلام ديال القائد. ومشى جون عند باغ وقال ليه هذه تاني مره كتساعدني وشكرو بزاف. ومشى بيرولت ومنين وصلوا لقى رساله مكتوب فيها انهم طردوه من الخدمه، ومشى باع الكلاب وودع باغ وقال ليه تهلا في الكلاب ديالي. من بعد جا واحد الشخص سميتو هال وعجبو باغ وشراه هو والفرقه ديالو وربطهم في العربه، وكانت ثقيله بزاف وما قدروش الكلاب يجروها. جون كان واقف وكيشوف فيهم، وهال قال المساعد ديالو يضربهم باش يزيدوا. جون ما خلاهش يضربهم وقال ليه راه العربه مجمده مع الارض، وشد واحد العصا وفكها وقال ليه الا غادي باش تقلب على الذهب ما تمشيش دابا، راه الواد ما بقاش مجمد بزاف وانت عندك الثقل، غادي تهرس الجليد وتطيحوا وتموتوا. هال ما داهاش فيه ومشى. في الطريق صافي ما بقاتش الكلاب قادره تجر العربه حيت ثقيله بزاف وطاحوا، وهال بقى كيضربهم. جون كان جالس وبقى كيشوف في الثلج بدا كيدوب وقرر يمشي يتبع باغ. بقى هال كيضرب في باغ وبغى يقتلو بالرصاص. تما وصل جون وما خلاهش وقال ليه الكلاب ما بغاش تمشي في الواد حيت الجليد ولا رقيق وغادي تهرس وانت ما مسوقش. باغ كان سخفان وفكو جون، وهال دا الكلاب الاخرين ومشى، والكلاب بقات كتشوف باغ وكتودعو. جون دا معاه باغ للدار وكان باغ ما قدرش يتحرك ونعس يومين، ومنين فاق بقى كيقلب على الفريق ديالو وشاف الثلج داب والواد كيجري وقال ليه جون راهم مشاو، وشاف فيه وبقى ساكت. جون مشى لواحد البار وقلب عليه باغ ولقاه، وشاف هال دخل ومشى كيضرب في جون وقال ليه راه الكلاب هربوا ليا وخسرت فلوسي كاملين. ودخل باغ وهجم عليه وشي وحدين شدوه وجا واحد منهم باش يحكم بيناتهم، وهو يلقى هال عنده السلاح وخرجوه لبرا حيت السلاح ممنوع في ديك البلاصه. جون وباغ رجعوا للدار وجون بدا كيشرب، وباغ شاف فيه وضرب ليه الكاس ودا القرعه ودفنها في الثلج وجلس. جون بغى يحيدها ليه وباغ جلس وما بغاش يتحرك. جون جلس حداه وعاود ليه على ولده اللي مات وهو هنا غير باش ينسى. في النهار الثاني جون ورى لباغ خريطه وقال ليه ولدي كان بغى يدير رحله لبلاصه بعيده حيت عزيز عليه المغامرات. وراه البلاصه في الخريطه وقال ليه غادي نديرو هاد الرحله انا وياك. من بعد مشاو ركبوا في القارب. جون كان غادي يطيح ملي باغ نقز فيها وبداو الرحله ديالهم، وكان باغ فرحان بزاف. وملي جا الليل جلسوا في واحد البلاصه يباتوا فيها حتى الصباح، وجون دخل الخيمه ديالو وباغ بقى برا وعيط عليه جون باش ينعس حداه. وفي النهار الثاني كيكملوا الطريق ديالهم وكانوا الشلالات في الواد، وباغ كان فرحان بزاف والقارب تقب وبدا كيدخل ليه الماء. جون قال ليه غادي نكملوا الطريق ديالنا على رجلينا.
وكنشوفو هال دخل للدار ديال جون وشاف الخريطة وعرف البلاصة اللي مشاو ليها وقال هذه هي البلاصة اللي فيها الذهب. جون وباغ وصلوا لواحد البلاصة زوينة بزاف ولقاو واحد الكوخ قديم ودخلوا ليه. جون قال لباغ غادي نجلسوا هنا شي ايام، وعرف ان اللي كان ساكن في الكوخ كيقلب على الذهب ولقى قرعة يلاه بغى يشرب منها وبان ليه باغ كيشوف فيه وقال ليه صافي غادي نخليوها لوقت اخر. في الليل سمعوا الصوت ديال الدياب وباغ خاف وجون قال ليه هادي راه بلاصتهم. في الصباح جون مشى كيعوم في الواد ولقى طرف ديال الذهب بالصدفه وما كانش متيق وبدا كيقلب عليه وباغ كيعاونو. هز حجره كبيره ديال الذهب وشاف جون هز وحده صغيره ورماها وهز وحده صغيره وجابها لجون. هنا شاف واحد الدئبه بيضه وزوينه وجون قال ليه سير تبعها ورجع قبل الليل ومشى كيجري موراها ولقى دب في الطريق وهرب منه وتبعها وتلقى ليها ولكن هربات منه وشاف الاثار ديال رجليها وهز رجلو ولقى الاثار ديالو كيشبه ليها. وملي رجع في الليل عند جون بقى غير ساهي. وفي النهار الثاني بقى حاضي الدياب كيصيدو وطاح واحد منهم في الواد والدياب تابعينه باش ينقذوه وما قدروش والديب تعلق في واحد الشجره طايحه في الماء وباغ جا جرها بفمو وتهرسات وهزها على ظهره وخرجها من الماء ونقذ داك الديب. والدياب جاو عنده وشكروه وباغ ولاو عنده الصحاب ولا كيلعب ويجري معاهم وبغى الديبه البيضاء وحتى هي بغاتو وتعلم يصيد وجاب لجون داكشي اللي صيد وجون شواه وكلاوه بجوج. وجون كان فرحان به بزاف ولاحظ انه كيجي معطل كل نهار وقال ليه راني خايف عليك وعنقو. في النهار الثاني كان باك كيلعب مع جون وجات الديبه البيضاء وجون عرف انه باغي يمشي معاها وقال ليه لا بغيتي تمشي غير سير ومشى باق عندها ومشاو كيجريو. جون تبعهم وشاف باق لقى الوطن ديالو بعيد على الظلم ديال البشر وجون شد الذهب اللي عنده ورماه في الواد وخلى عنده غير شويه وقال لباق انا غادي نمشي غدا في الصباح بوحدي وما غاديش نديك معايا حيت لقيتي حياتك وراحتك هنا وقال ليه اجي سلم عليا قبل ما نمشي. في الليل جون سمع شي صوت وخرج يشوف شنو كاين وتيرا فيه شي واحد وطاحت اللامبه وشعلت العافيه وجون شاف هال وحاول يحيد ليه البندقيه وهال تيرا فيه وجاتو في كرشو قال ليه فين الذهب وجون عطاه الذهب اللي عنده وباق جا وهجم على هال وكان هال بغى يضربو بالعصا وباق دفعو وسط العافيه وطاح عليه الكوخ ورجع يشوف جون وجاب ليه تصاور ولدو كيحاول ينوضو ولكن جون مات. من بعد دازت مدة تزوج باق بالديبة البيضاء وولدو وولا باق هو القائد ديال الدياب وكيعيش حياة سعيدة وكيدوز حدا الكوخ وكيتفكر صاحبو جون اللي مات وكيمشي من بعد يكمل حياته. وهنا سال الفيلم. إلى عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.